كتبدا القصه ديالنا مع واحد البروفيسور في واحد الجامعه سميتو لامبو، وكان كيتحدى الطلاب اللي تيقراو عنده باش يحلوا واحد المساله رياضيه صعيبه بزاف، واللي قدر يحلها غادي تعتبر من النوابغ ديال الرياضيات في هذه الجامعه. وماشي غير هادشي، ضروري ما يعطيوه الجائزه وغادي يتكرم من الرئيس ديال هذه الجامعه. من بعدها كنشوفوا واحد الدري سميتو ويل، وخدام عامل نظافه في ديك الجامعه. هو كيجفف الارض وهو يشوف السبوره مكتوبه فيها ديك المساله اللي عطى الاستاذ للطلبه. عجبته المساله وكتبها في يديه باش يديها للدار يحلها، ومشى للدار وبقى مدابز معاها حتى تحلت ديك المساله. ملي لقى الحل ديالها مشى كتبو في السبوره اللي في المدرسه. البروفيسور لامبو كان في واحد الحفل ديال الجامعه، جاو عنده شي وحدين وقالوا ليه راه شي حد حل ديك المساله اللي عطيتي للدراري. هو جاتو عجب ومشى براسو يشوف واش كاين داكشي بصح ولا غير كيتفلاو عليه. ملي وصل شاف ديك المساله محلوله بطريقه احترافيه اكثر من اللي كان كيتوقع. سول الطلاب شكون اللي جاوب عليها، ولكن حتى واحد ما عارف شكون اللي حلها. في ديك الوقيته ويل وصاحبو تشاكي وصحاب اخرين كانوا خارجين يدوروا بطوموبيل. شويه بان ليه واحد خونا كان كيحقر عليه فاش كان صغير، وداك خونا باقي كيحقر على كل شيء. ويل كان حالف فيه بزاف ومشى لعنده. مع السلامه عليكم، مع عطا با. وصحابو حتى هما بداو وشي كيدخل فشي حتى جاو البوليس وكل شيء حبس من غير ويل اللي بقى متكي على خونا بالمسمن. شدوه البوليس وداوه معاهم، والاستاذ جا القاعه ديالو وشاف الطلاب اللي حضروا اكثر من اللي مولفين يجيو، حيت كل شيء سمع بالاخبار ديال شي واحد حل هاد المساله الصعيبه. وملي سولهم شكون جاوب عليها باش يعطيوه الجائزه وداكشي اللي كيستحق، حتى واحد ما نطق بشي كلمه حيت ماشي هما. اما ويل ديك الساعه يلا خرج من عند البوليس وصاحبو تشاكي كيساين فيه برا. ويل مشى للخدمه ديالو وشاف بلي السبوره خاويه، وقال مع راسو ارا نعمرها بشويه ديال النظريات الرياضيه والفيزيائيه. وهو خدام كيكتب شافو الاستاذ وبدا يعيط عليه. ملي شافو ويل حشم وزاد في حاله من تما. وفي الليل مشاو هو وصحابو لواحد البار. ويل شاف تشاكي مشى باش يهضر مع شي بنات، وهو يدخل واحد خونا سميتو كلارك وبدا باغي ينقص من تشاكي وويل، وبدا يهينهم ويعاير فيهم وباللي هما غير مكلخين وما دايرين والو في حياتهم. ولكن كما كنعرفوا ويل ما كيقدرش يسد فمه، فمشى عند كلارك هو يتحدى في اي حاجه متعلقه بالثقافه ولا القرايه. ولكن كراك برد فيه الدم، حس براسو زبلها هو يمشي بحاله من تما. خدا ويل الفرصه باش يهضر مع وحده من دوك البنات سميتها سكايلر. عجبها وهي تعطيه نمرتها باش يبقاو يخرجوا مره. النهار اللي من بعد كنشوفوا الاستاذ لامبو وهو داخل واحد المحل ديال النظافه والصيانه، وهذا المحل تابع للجامعه. هو اللي صيفط ليهم ويل باش يخدم عندهم تما، وطلب منهم باش يعطيوه شي حاجه كتخص ويل. ولكن خوتنا والو واش داينها فيه. ولكن من نحكر عليهم بزاف باش قدروا يعطيوه البطاقه ديال الضابط اللي مسؤول عليه في داكشي اللي دار. ملي مشى عند البوليسي قال ليه بلي راه كان محبوس ويلا طلقوه، وبلي من هنا سيمانه غادي تكون عنده الجلسه مع القاضي. ودازت السيمانه ومشى حضر الجلسه ديالو، والقاضي بدا كيعطي في التهم لويل وقال بلي ويل كان في الخيريه ملي كان صغير، وكانوا ديما كيبدلوا له الخيريه حيت كان كيدير فيها صداع. وتما بدا ويل كيدافع على راسو بلا حتى شي محامي، شي اللي عجب لامبو بزاف. وملي سالت الجلسه القاضي حكم على ويل ب$50,000 كغرامه ماليه، وتما شدوه وداوه للحبس ثاني. وفي ديك اللحظه عيط على البنت اللي يلاه تعرف عليها وقال لها بلي خاصنا نتلاقاو في اقرب وقت. وجاو ثاني وداوه للغرفه ديال التحقيق، وتما تلاقى مع لامبو باش يهضر معاه. وتما لامبو بدا كيلوح ليه الوراق الرابحه ديالو باش يقنع ويل يمشي معاه للمعهد حيت النيفو ديالو هربان. قال ليه بلي راه دوا مع القاضي واتفق هو وياه باش يخرجك، ولكن بشرط تمشي معايا للمعهد وكل سيمانه غادي نديك عند الدكتور النفسي باش يعالج الحاله ديالك، والا ما طبقتيش هاد الشروط كاملين غادي يرجعك للحبيب بيس. ويل ما كان عنده حتى شي حل من غير انه يقبل الشروط ديالو. داه للمعهد وبدا كيختبر فيه بشي تمارين ديال الماط. ما كاينش شي تمرين ما جاوبش عليه، وكل جواب مغيز على اللي من بعده. داه شحال من طبيب نفسي صدقوا الاطباء ولاو خاصهم اطباء نفسيين معاه. واحد النهار دا عند واحد طبيب سميتو شون، وهاد شون باين عليه مدقدق من نهار ماتت ليه مرته. هضر معاه وما قبلش باش يعالج ويل، لكن لامبو ديما عنده الحلول وقدر باش يقنعوه باللي الامر ضروري. وبدات اول جلسه لشون مع ويل، وطلب الطبيب من لامبو والراجل اللي معاه باش يخرجوا يخليهم بوحدهم في الغرفه. وتما بدا الدكتور كيهضر مع ويل، ولكن ويل فين هو راه ساهي مع واحد اللوحه معلقه في الحيط فيها واحد الباطو وسط البحر والجو فيها ديال الغروب. وبدا كيحلل في ديك اللوحه، وماشي اي تحليل، فراه واحد التحليل مغيز. عجب شون بزاف. وفي واحد اللحظه جبت لشون الموضوع ديال مراتو، فقال ليه شون ما تبقاش تجبد لي هذا الموضوع. ولكن والو ويل بقى محكر عليه وكيحك ليه على الدبره. جعر شون وشنق عليه وقال ليه باقي تجبد السيره ديالها غادي نصفيها لك هنا. تلقاو سالات الجلسه بالزربه، وجبد ديك الساعه شون البلان تاع مراتو. بقى كيقول ليه باللي هي كانت مالك فوق الارض، وانا كنت كنبغيها بزاف، ولكن السرطان كان كيبغيها اكثر مني وكان عنده راي اخر وداها ليا. ويل بقى فيه الحال بزاف وبقى ساكت حيت ما كانش عارف باللي مرات شون ميته، وندم على داكشي اللي كان كيقول ليه في الجلسه الاولى. ويل ولا خدام في البني واخا الخدمه اللي كان خدام فيها في الجامعه. وفي واحد الليله مشى صوني على سكايلر، ملي جاوباتو ما نطق بحتى شي كلمه، وملي سمع صوتها قطع وزاد في حاله. جا الوقت ديال الجلسه الثانيه، وملي مشى لعنده بقى هو وياه غير جالسين وحتى واحد فيهم ما نطق بشي كلمه. بقاو على هاد الحاله هادي ساعه وسالت الجلسه وهو زاد في حاله. دازوا الايام وجات الوقيته ديال الجلسه الرابعه. ويل بدا كيعاود على سكايلر وشحال كيبغيها، وهو ما باغيش يبقى معاها ويخرج ليها على حياتها حيت الحياه ديالو ما مستقراش. بقى شون كيشرح ليه على الحب وكيفاش وعلاش وداكشي الاخر. وملي سالت الجلسه ويل مشى عند سكايلر واعتذر ليها على الوقت القليل اللي ولا كيعطيها بكثره الضغوطات اللي عليه،
وطلب منها باش يخرجوا هو وياها، ولكن سكايلر رفضات وقالت ليه ياجل الخرجه المره اخرى حتى تراجع للقرايه هاد الايام، وباللي عندها شي تمارين وما فاهمه فيهم والو. تما ويل لقى داكشي اللي خاصو، خداهم من عندهم شا كيصوبهم، ما رحم حتى شي تمرين. ملي سالاهم داهم لسكايلر، فرحت بزاف ملي شافته جاوب ليها عليهم، خرج هو وياها من بعدها. وجا الوقت الجلسه الخامسه ديال ويل، واه يا ناري، ولا هو اللي واخد الدور ديال طبيب نفسي، ولا هو اللي تيطرح الاسئله على شون. وسولو قال ليه عاود لي على مرتك كيفاش تلاقيتي معاها. وشون بدا كيعاود ليه بكل فرح. واحد النهار سكايلر قالت لويل باللي غادي تحول من المدينه اللي هي فيها باش تقرا في واحد المدرسه. ويل جاه عرض من وزاره العدل باش يخدم معاهم، قالوا ليه باللي هما محتاجين الذكاء والذاكره ديالو في الرياضيات باش يحل لهم شي شفرات. ولكن ويل قال مع راسو انا ماشي ديال هادشي ورفض العرض. ومن بعدها جات الجلسه ديالو مع شون، قال لي شون باللي خاصك تحاول تبدل من حياتك وتحسنها للافضل. وسالت الجلسه دغيا ومشى سونا على سكايلر، وتما سولها امتى غادي تحول. تما سكايلر اعترفت ليه باللي كتبغيه، هو ما كانش قادر يرد عليها بنفس الجمله، وقال ليها ردي البال لراسك وتهلاي في راسك وقطعي عليها. خدات سكايلر الطياره ديالها ومشات. ويل وجا تماره رجع للبني تاني. ملي جات الوقيته ديال الراحه تشاكي سول ويل على سكايلر وعاود ليه كاع اللي طرا باللي هي سافرت وما بقاتش ساكنه هنايا. وعاود سولو قال ليه امتى غادي تسالي الجلسات ديالك مع الطبيب. فجاوبو ويل وقال ليه حتى تولي عندي 21 عام. تما تشاك قال ليه باللي انت راه عندك موهبه وماشي عندك كلشي، وجاي حط راسك لتماريا وجاه تماره. تما ويل فكر في ديك العرض مزيان ومشى عند الشركه اللي عرضت عليه داك العرض باش يخدم معاهم. وملي مشى هو لعند شون فرح ليه بزاف، شافوا باللي دبر على خدمه. وشون قال ويل باللي غادي يسافر في اجازه وباللي غادي يبقاو على اتصال واخا هو مسافر، وعطاه اخر نصيحه قبل ما يسافر، واللي هي يدير اللي تيقول ليه قلبه باش يرتاح وما يتبعش التفكير ديالو، حيت غادي يدير غير الهويه. ودهم مشى بحالو. دازوا الايام وجا عيد ميلاد ديال ويل وكمل 21 عام، واحتفلوا بصحابو كانوا جامعين فلوس بيناتهم وشراو ليه طوموبيل كهديه. شفتوا الصحاب ماشي بحال صحيبتي كنخرجوا نتشاركوا في طاكوس وكنقسموه في النص، ولكن من هذا المنبر غادي نقول لك راكي عزيزه عليا، طاقيو لي صحابكم اللي عزازين عليكم. وفرح بها ويل بزاف. وفي هاد اللحظه تنشوفوا لامبو مشى عند شون ولقى كيجمع في الحوايج باش يغير المدينه. تما اعتذر لامبو من شون على اي حاجه طرات بسببه. ويل مشى لدار شون وخلى ليه رساله تما، ومنين بدا كيقرا الرساله لقى ان ويل كيشكرو على اي حاجه دار في هذا الوقت كامل، وقال لي بلي حتى هو غادي يبدل المدينه وغادي يمشي للمدينه اللي فيها سكايلي وغادي يبدا حياه جديده معاها. ودازت الايام وتشاكي مشى للدار ديال ويل حيت شحال هذا هو غابر عليه. مشى دق عليه وما كيجاوبو حتى شي واحد، وعرفوا باللي دار خاويه في عمره ومشى باش يعيش حياته في بلاصه اخرى. فرح ليه بزاف حيت هادشي اللي كان باغي ليه من الاول. وهنا تسالت القصه ديالنا. كنتمنى الملخص يكون عجبكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. تشاو باي باي.